حكايتنا النهاردة عن لوجان أو وولفرين، الشخص المستذئب اللي عنده قوة جبارة وما بيموتش وبيقدر كمان يطلع حاجات من إيده وعايش بقاله مئات السنين. وعلى مر السنين كان بينضم هو وأخوه للجيش ودخلوا معارك كتير جدا وخدموا بلدهم، لحد ما في يوم جاله شخص وضمه لفريق أبطال خارقين وقال له ساعتها إنهم بيعملوا كده لصالح البلد، بس اكتشف إنهم بيستغلوهم مش أكتر. وعشان وولفرين عنده مبادئ وما بيأذيش حد مالوش ذنب قرر يسيبهم، لكنهم ما سابوهوش في حاله وخلصوا على مراته. فقرر وولفرين انه ياخد حقها. الحكايه بتبدا في الماضي مع ولد صغير اسمه لوجان واللي بيكون تعبان جدا، وده فيكتور اخوه وبيفضل جنبه وبيعتني بيه وبيفضل يطمنه وبيقول له ما تقلقش انت شويه وهتبقى زي الفل وهتقوم من تاني. وبيدخل عليهم بعد كده والدهم وبيفضل يطمن على لوجان، بس اثناء ده بيسمعوا صوت غريب فبيجروا فورا من المكان. وبيقول فيكتور للوجان انه يفضل هنا وما يتحركش، وبيفضل قاعد لوحده كده وهو خايف، بس فجاه بيسمع صوت ضرب نار فبيجري فورا عشان يشوف ايه اللي بيحصل. وبيبص قدامه بيلاقي والده ميت ومضروب بالنار، فبيطلع المخالب بتاعته وبيروح وبيخلص على الشخص اللي خلص على والده، لكن الشخص ده بيقول له انا والدك الحقيقي واللي مات ده مش والدك اصلا. فبيبص لامه كده ومش فاهم حاجه ومش عارف يعمل ايه، وبيجري فورا من المكان وبيفضل يجري في قلب الغابه ومش عارف يروح فين ولا يعمل ايه. بس اخوه فيكتور بيجري وراه وبيقدر يتمكن منه وبيقول له ما تقلقش مهما كان اللي حصل احنا اخوات ولازم نفضل مع بعض ونحمي بعض مهما حصل وما نتفرقش ابدا. بعدها بتعدي سنين كتير جدا وبيكبر الاخوات لوجان وفيكتور، وعلى مر القرون كانوا دايما بيشاركوا في المعارك في الجيش وما كانش حد بيقدر عليهم خالص من كتر قوتهم. وبتكون قوتهم عبارة انهم ما بيموتوش، يعني مثلا لو انضربوا بالنار او انجرحوا او اي حاجة حصلت في جسمهم بيلتئم من تاني. والايام والسنين بتمر اكتر لحد ما في يوم كانوا في معركة وفيكتور الغبي اتجنن وكان عايز يعتدي على بنت من القرويين، ولما بيعرفوا الجنود بكده بيروحوا عشان يخلصوا عليه، لكن قبل ما يخلصوا عليه بيظهر لوجان وبيدافع عن اخوه وبيفضل يضرب فيهم، والاتنين بيقفوا في ظهر بعض وبيواجهوا الجيش لوحدهم. بس في النهايه بيتقبض عليهم وبيتحبسوا في الزنزانه وبيفضلوا في السجن ايام كتير جدا، لحد ما في يوم بيجي لهم شخص اسمه العقيد ويليام وبيفضل يقول لهم انه عارف عن قوتهم الخارقه وانه شافهم وهم بيقاتلوا ومبهور بيهم جدا، وانه بيكون فريق مكون من اشخاص عندهم قدرات خاصه هدفهم انهم يحموا البلد من اي خطر، وانا عايزكم تنضموا للفريق ده. وعشان يخرجوا من السجن بيوافقوا الاثنين انهم ينضموا للفريق، وبنشوفهم بعد كده وهم راكبين الطياره في اول مهمه ليهم، وبنشوف الفريق اللي عنده قدرات خاصه ومنهم ويد ويلسون الشهير بديد بول واللي بيفضل يرغي طول الوقت ومصدع وولفرين جدا. وبيوصلوا بعد كده للبلد اللي هينفذوا فيها المهمه، وطبيعه المهمه دي انهم هيخترقوا مقر عصابه بيتاجروا في كل حاجه، وبيدخلوا بعد كده الفريق واحد ورا التاني وبيخلصوا على كل اللي يشوفوهم، وحرفيا الفريق ده بيكون مهاري جدا والعصابه مش قادره عليهم لحد ما بيخلصوا على كل اللي موجودين بره. وبيدخل بعد كده ديد بول لوحده في قلب المبنى وبيستخدم السيف بتاعه باحترافيه شديده جدا وبيتصدى للرصاص وبيخلص على كل اللي موجودين وبيتمكن من زعيمهم. وبيجي بعد كده ويليام والفريق، وبيفضل ويليام يسأل الشخص اللي هناك ده الحجر ده انت جبته منين انا عاوزه، فبيقول له انا لقيته في قريه صغيره جنبنا، فبيخلص عليه وبياخد الفريق بتاعه وبيروحوا لسكان القريه دول وبيتمكنوا منهم، وبيفضل يسالهم عن الحجر وجبتوه منين وقولوا لي مكانه بدل ما اخلص عليكم واحد ورا التاني. فبيقول له الشخص ده انه كان في نيزك نزل من السماء وما نعرفش حاجه اكتر من كده، فبيؤمر ويليام فيكتور انه يخلص عليه، والفوضى بتعم في المكان وبيفضلوا يخلصوا على الناس. فبيروح وولفرين وبيوقف اخوه انه يأذي حد بريء، وبتظهر نواياهم في اللحظه دي. لوجان بيكون عنده مبادئ ومش عايز يأذي حد مالوش ذنب، عكس فيكتور اللي عنده استعداد يعمل اي حاجه مقابل انه يوصل لهدفه. فبيقول له انه هيسيب الفريق وبيخيره يجي معاه ولا لا، لكنه بيرفض يجي، فبيسيبه وولفرين وبيمشي من المكان وبيقول له بيقاتلوا بلا شرف. بعدها بتعدي 6 سنين وبنشوف بعد كده وولفرين ومراته كايلا، واللي بيكون متجوز وعايش في هدوء وسعاده وبعد عن المشاكل خالص من يوم ما ساب الفريق. وبتاخده مراته بعد كده في العربيه بتاعتها وبتوديه للمكان اللي شغال فيه، وبيكون شغال حطاف في قلب الغابه. بس اثناء ما هو شغال بيلاقي فجاه عربيه العقيد ويليام، وبينزل ويليام وبيروح له وبيقول له انا عايزك ترجع الفريق من تاني، لكنه بيرفض وبيقول له انتوا ما عندكمش شرف، بتعملوا اي حاجه عشان مصالحكم الشخصيه، وبيسيبه وبيمشي فورا من المكان. بعدها بنشوف زوجة لوجان وهي ماشيه بالعربيه بتاعتها في الطريق، بس فجاه بتشوف اخوه فيكتور قدامها وبتبقى واقفه خايفه منه كده ومش عارفه تعمل ايه، وويلفرين بيحس بوجود اخوه في المكان فبيخاف على مراته وبيجري فورا من المكان عشان يوصل لها، وبيفضل يجري في قلب الغابه باقصى سرعته لحد ما بيوصل لها. واول ما بيوصل هناك بيلاقي اثار مخالب اخوه على العربيه ومراته ميته قدامه، واول ما بيشوفها ميته بينهار وبيفضل يصرخ من الوجع وبيتملكه الغضب وبيقرر ينتقم. وبيروح بعد كده للبار اللي اخوه بيسهر فيه وبيقول له ليه عملت كده، فبيقول له احنا مستذئبين اللي زينا لا ينفع في حب ولا في جواز ولا الجو ده، احنا اتخلقنا عشان نقاتل. فبيتعصب
بيعصب جدا لوجان وبيروح وبيفضل يتقاتل معاه، وعشان بقاله 6 سنين ما قاتلش بيكون ضعيف جدا، وفيكتور بيكون امهر منه بمراحل واقوى، والمعركه بينهم بتستمر وقت كبير جدا لحد ما فيكتور بيهزمه. ومش بس كده، ده بيكسر المخالب بتاعته وبيفقده الوعي وبيسيبه وبيمشي. وبيفوق بعد كده لوجان في المستشفى وبيكون متعصب وبيفضل يضرب في كل اللي موجودين، ولما بيشوف العقيد ويليام بيروح له بيكون هيخلص عليه وبيقول له 6 سنين وانا عايش في هدوء لحد ما انت جيت وخسرت كل حاجه. فبيقول له انا اقدر اخليك تنتقم واخليك تبقى اقوى من فيكتور، هحقنك بمعدن الادامنتيوم وهيخلي عندك مخالب حديد وهتبقى اقوى وتهزمه. فبيوافق عشان ينتقم لموت مراته، وبتكون الماده دي اللي لقاها في القريه قبل كده، وبيقول له هتبقى شخص غير قابل للتدمير. فبيطلب منه انه يغير اسمه من لوجان لويلفرين، وبيعمل كده فعلا وبتبدا العمليه وبيبداوا يحقنوه بمعدن الادامنتيوم. بس اثناء العمليه بيفضل يصرخ من الوجع وجسمه كله بيقف، فبيفتكروه انه مات لكنه بيقوم من تاني بكل قوته وبيهرب من المكان فورا لانه فهم انهم هيستغلوه كسلاح، وكمان عايز ينتقم لموت مراته من اخوه. فبيأمر ويليام رجالته انهم يدوروا عليه ويخلصوا عليه. اما وولفرين فبيفضل مكمل في طريقه لحد ما بيلاقي حظيره وبيدخل يستخبى فيها، فبيدخل عليه صاحب الحظيره وبيفتكره حرامي لكنه بيطمنه وبيقول له انه مش هيأذيه، فبيستضيفوا الراجل ده عنده. وبيقف وولفرين قدام المرايه وبيفضل يبص في المخالب ومستغربها جدا من قوتها، وبيروح بعد كده وبياكل مع الراجل والست دي وبيفضل يشكرهم على حسن الضيافه وانهم استقبلوه، وبيقرر يمشي بعد كده من المكان. فبيديله الراجل ده جاكيت وموتوسيكل ابنه كهديه، لكن اثناء ده بينضرب عليهم نار من رجاله ويليام والراجل والست بيموتوا. فبياخد وولفرين الموتوسيكل وبيهرب فورا من المكان وبيفضلوا يطاردوه في قلب المدينه. بس وولفرين بيستخدم ذكائه وبيقدر يلف وبيطاردهم هو، وبيستخدم مخالبه وبيفجر العربيات بتاعتهم وبيخلص على كل رجاله ويليام. وبيروح بعد كده لواحد اسمه جون ده كان معاه في فريق ويليام زمان، وبيكون عايز يعرف منه مكان فيكتور. فبيقول له الوحيد اللي عارف هو بلوب، فبياخده وبيروحوا لبلوب ده وبيكون شخصه حجمه كبير جدا، وبيقول له ويلفرين لو عايزني اساعدك لازم تدخل الحلبة وتهزمني. فبيدخل ويلفرين وبيفضل يقاتله، وفي النهاية بيقدر ويلفرين يهزمه. فبيقول له الشخص ده انهم كانوا بيستغلوه، فيكتور اخوك لسه شغال مع ويليام وعملوا كل الفيلم ده عشان يجربوا مادة الادامنتيوم عليك وهي نجحت معاك اهو. فبيقف ويلفرين كده وبيحس بغضب شديد وانه كان لعبة وازاي يستغلوه، وبيحلف ينتقم منهم كلهم وبيمشي فورا من المكان. فبيقول له جون انا هاجي معاه، وفعلا بياخده وبيروحوا الملهى ليلي لواحد اسمه جامبت، وبيكون جامبت ده كان مسجون في مكان مخبأ ويليام السري وهرب منه قبل كده، وويلفرين عايز يعرفه المكان. بس في الوقت ده بيشوف جون فيكتور ماشي في الشارع، فبيروح عشان يعطله والاتنين بيدخلوا في معركة مع بعض، وجون بيستخدم قوته وبيفضل يظهر ويختفي ومزهق فيكتور على الاخر. بس فيكتور في النهاية بيقدر يتمكن منه وبيخلص عليه، واول ما بيشوف ويلفرين الوضع ده بيروح لفيكتور وبيفضل يتقاتل معاه. بس المرة دي ويلفرين بيكون اقوى بمراحل وبيكون مهاري جدا وبيفضل يضرب في فيكتور، وحرفيا فيكتور مش قادر عليه. والمعركة بينهم بتستمر وقت كبير جدا لحد ما جامبت بيشوفهم، فبيتخض من فيكتور وبيفجر المكان. فبيستغل فيكتور الوضع ده وبيهرب فورا، فبيتضايق ويلفرين وبيروح وبيفضل يتقاتل مع جامبت. بس في النهاية بيتعاون معاه وبيقرر يوديه مكان ويليام السري، وبياخده فعلا في الطيارة وبيتجهوا للمكان ده، وبيفضل يقول له يدخل المكان ازاي وكده لحد ما بيوصلوا للمكان فعلا. وبينزل ويلفرين وبيتسلل وبيدخل جوه وبيشوفهم وهم بيجروا تجارب كتير على الناس، فبيفضل مكمل لحد ما بيوصل لويليام وبيعرف منه انهم هنا بيعملوا تجارب على الناس عشان يبقى عندهم قدرات خارقة ويستغلوهم لمصالح شخصية. بس فجأة بيشوف ويلفرين كايلا مراته قدامه وبيستغرب ازاي ده حصل ومش فاهم، وبيفهم انها كانت جاسوسة لويليام وهو اللي زرعها طول السنين دي عشان يبقى تحت عينه طول الوقت ويفضل مراقبه. ولما بيسمع ويلفرين الكلام ده بيحس بالخذلان وبيقول في دماغه ازاي اتخدعت كل ده من البنت اللي بحبها. كايلا كانت بالنسبة لويلفرين مش بس زوجة ولا حبيبة، دي كانت بالنسبة له فرصة تانية انه يعيش حياة افضل. وبيتوجع جدا وبيمشي من المكان في هدوء من غير ما يعمل اي حاجة. وفي اللحظة دي بيدخل فيكتور وبيقول لويليام انه يحقنه بالمادة، فبيقول له جسمك اضعف من ويلفرين مش هتستحمل وهتموت. فبيغضب جدا وبيكون هيخلص على كايلا، بس بيسمعها ويلفرين وبيرجع تاني وبيدخل في معركة مع اخوه وبيفضل يضرب فيه بكل غل. ويلفرين بيكون اقوى منه بمراحل وبيقدر في النهاية انه يتمكن منه وبيكون هيخلص عليه، بس ما بيرضاش لانه اخوه وبيضربه وبيفقده الوعي وبيسيبه وبيمشي. فبتفضل كايلا تقول له ان ويليام كان بيستغلها وكان بيهددها انه هيخلص على اختها لانه خطفها، وكل ده كان غصب عني وانا حبيتك. فبيقرر يسامحها وبياخدها بعد كده وبيروحوا يحرروا كل الناس اللي بيتم عمل التجارب عليهم، وبيشوفهم ويليام في الكاميرات فبيطلق سراح ديد بول واللي بيكون عامل عليه تجارب كتير جدا واداله قدرات خارقة من ابطال مختلفين زي مخالب ويلفرين وليزر وقدرة الشفاء وحاجات تانية كتير جدا. فبيروح ويلفرين وبيفضل يتقاتل معاه، بس ديد بول بيكون مهاري جدا واقوى بمراحل وويلفرين مش قادر عليه ومش عارف
عارف يهزمه ازاي، فبيقرر يستدرجه للمفاعل عشان يفجروا بيه، وبيروح له ديدبول بسهوله جدا، وولفرين مش عارف يخلص من الكائن ده ازاي، وبيكون خلاص هيخلص عليه لحد ما بيوصل فيكتور وبيساعد اخوه وبيقول له مهما حصل احنا برضه اخوات، والاتنين بيتحدوا وبيدخلوا في مواجهه مع ديدبول، وفي النهايه بيقدروا يخلصوا عليه، بس الليزر اللي بيطلع من عينه بيدمر المفاعل، وفيكتور بيقول لديدبول انه هيمشي بس هيرجع تاني، والمفاعل بيتدمر، بس في اللحظه دي بيجي جامبت وبينقذ وولفرين، وبيروح بعد كده لكايلا مراته واللي بتكون اتصابت، فبياخدها وبيمشي من المكان، بس في اللحظه دي بيظهر ويليام وبيضرب عليه نار، فبيهجم عليه وولفرين لكنه بيضربه طلقه في دماغه وبيفقده الوعي، وبيروح عشان يخلص على كايلا، لكنها بتكون عندها قدره السيطره على العقول، وبتأمره ان يمشي طول حياته وما يقفش، وبيسمع كلامها فعلا وبيمشي، وللاسف كايلا بتموت، ولما بيفوق وولفرين بعد كده بيكون مش فاكر اي حاجه لان الرصاصه دمرت خلايا مخه، ولما مخه بنى خلايا جديده كل الذكريات القديمه اتمسحت، وبيجي جامبت بعد كده وبيقول له انه صديق وانك اسمك وولفرين، وبيقول له احنا لازم نمشي فورا، وبيشوف بعد كده مراته لكنه ما بيبقاش فاكرها وبيمشي من المكان. الحكايه بتكمل في اليابان في معسكر، وبنشوف امريكا وبتكون هترمي قنبله على المدينه، فبيفضلوا كل الجنود يجروا فورا من المكان وبيروحوا يحرروا المساجين عشان ما يموتوش من اللي هيحصل، وفي الوقت ده بيكون وولفرين مسجون في نفس المعسكر وشايف كل اللي بيحصل ده لكنه ما بيبقاش مهتم اصلا، ووسط الناس اللي موجوده بنشوف جندي اسمه ياشيدا، وياشيدا ده بيروح يحرر وولفرين لكنه ما بيرضاش يسمع له، فبيمشي وبيكلموه الجنود بعد كده وبيقولوا له ان يجي يموت نفسه معاهم بشرف بدل ما يموت من قصف العدو، وبيروح فعلا وبيسمع كلامهم، واثناء ده بتترمي القنبله على المدينه، فبيجري وولفرين فورا وبياخد ياشيدا قبل ما يموت وبينزله في قلب البير وبيحميه بجسمه، وبيكون ياشيدا واقف مستغرب كده وهو شايف جروحه بتلتئم من تاني، وفجاه بيصحى وولفرين من النوم وكان بيحلم، وولفرين دايما بتفضل ذكرياته تطارده في الماضي، وبيكون دلوقتي عايش وحيد في كهف وما بيتعاملش مع اي بشر وعايش في عزله، وبيقوم بعد كده وبيفضل يمشي في المكان وبيقابل الدب ده واللي بيكون صاحبه وبيسلم عليه، وبيروح بعد كده السوبر ماركت عشان يشتري اكل، واثناء ما هو هناك بيشوف ناس كده شكلهم صيادين حيوانات، وولفرين ما بيبقاش مرتاح لهم لكنه ما بيهتمش وبيرجع تاني للكهف بتاعه، وبيفضل قاعد هناك حزين كده وعمال يفكر، واثناء ده بيسمع صوت عالي فبيجري فورا عشان يشوف ايه اللي بيحصل، وبيلاقي الدب صاحبه مضروب بسهم مسمم وبيموت وهو بيتألم، فبيخلص عليه وولفرين عشان يريحه من عذابه، وبياخد السهم ده وبيروح للصيادين وبيطعنه في ايد واحد وبيقول له جرب اللي انت عملته فيه، فبيضربوا الشخص ده، فبيتعصب وولفرين جدا وبيطلع المخالب وبيكون هيخلص عليهم، بس بتوقفه بنت اسمها يوكي وبتطلع السيف وبتهدد كل الناس دول واللي بيخافوا منها، وبتاخد وولفرين بعد كده وبتمشي فورا من المكان، وبيفضل يسالها وولفرين انت عارفاني منين وانت مين اصلا، فبتقول له فاكر يا شيدا اللي انت انقذته زمان من الموت، انا شغاله معاه وهو دلوقتي بقى ملياردير ومن اغنى الناس في العالم، بس كبر في السن وهيموت قريب، وامنيته الاخيره انه يشوفك عشان يشكرك على اللي عملته معاه وانك لازم تيجي معايا اليابان، فبيقرر وولفرين انه يروح معاها، وبيعدوا فعلا على المدينه واللي بتكون جميله جدا، وبيوصلوا بعد كده لبيت ياشيدا وبيدخلوا فعلا المكان وبتوديه يوكي للاوضه اللي هيستريح فيها، وبيفضل وولفرين قاعد هناك، واثناء ما هو قاعد بيشوف واحد بيتدرب وبيكون شكله مهاري جدا، وبيفضل يسالها مين الشخص ده، فبتقول له ان ابن ياشيدا، وبعد شويه وقت بتاخده يوكي عشان تخليه يشوفه، فبيدخل وولفرين وبيفضل يتكلم معاه وبيقول له ياشيدا انا عايز اعرف سر قوتك، لان بعد كل اللي وصلت له في حياتي ده مش عايز اموت واسيب كل ده، وان عايز اعيش للابد زيك وابقى خالد، فبيقف وولفرين كده وبيستغرب منه وما بيرضاش يقول له حاجه، وبيقول له انه مش هيقدر وبيسيبه وبيمشي، وبيدخل بعد كده عليه ابنه واللي ياشيدا بيكون شايفه فاشل طول عمره، وبيفضل يقول له انه مش هينفع يورث فلوسه هيضيعها كلها، وده بيضايق ابنه جدا ومش عارف هو بيعامله كده ليه، واثناء ما وولفرين نايم بيصحى على صوت عالي، فبيقوم فورا عشان يشوف ايه اللي بيحصل، وبيلاقي يوكي واقفه وعماله تعيط وبتقول له ان ياشيدا مات، تاني يوم بيتعمل له جنازه وسط اصحابه وحبايبه ومعارفه، وحفيدته بتكون واقفه حزينه عليه جدا، وبنشوف شخص اسمه هارادا بيكون واقف فوق المباني وعمال يراقب اللي بيحصل، وده كان الحارس الشخصي بتاع ياشيدا، وبنشوف بعد كده حفيدته وهي بتودع جدها، بس فجاه بتظهر عصابه في المكان وبتفضل تضرب نار على كل اللي موجودين وبيحاولوا يخطفوا حفيده ياشيدا، فبيتعصب وولفرين وبيطلع مخالبه وبيفضل يخلص عليهم واحد ورا التاني، وهارادا كمان بيفضل يضرب عليهم اسهم وبيساعده، وبتكون الدكتوره بتاع ياشيدا واقفه كده عماله تصور ومش خايفه، وولفرين بيكمل قتال مع العصابه لحد ما بيقدر ياخد البنت وبيهرب فورا من المكان، والعصابه بتفضل تجري وراه، ووراهم بيكون النينجا عمال يرمي عليهم اسهم ويساعد وولفرين، بس اثناء
القتال ده بيكون وولفرين اتصاب جدا وبياخد البنت وبيركبوا المترو وبيفضل يطمنها ان مفيش حاجه هتحصل، وبيروح بعد كده يدخل الحمام وبيلاقي ان قدره الشفاء بتاعته مش شغاله وبيستغرب جدا جروحه ما بتلتئمش ليه، واثناء ده بيهجم عليه ناس تانية فبيفضل وولفرين يتقاتل معاهم والمعركه بينهم بتستمر وقت كبير جدا فوق القطر، بس في النهايه بيقدر وولفرين يخلص عليهم وبياخد البنت بعد كده وبيروحوا اوتيل يقعدوا فيه، وبالليل بيفضل واقف قدام المرايه كده ومستغرب ليه قدره الشفاء مش شغاله، وفجاه بيهجموا عليه عصابه من تاني وبيرموه فوق المبنى وبيفضلوا يضربوا فيه، وقبل ما يخلصوا عليه بتنقذوا حفيده ياشيدا وبتاخده بعد كده هي واصحاب الفندق وبيعالجوه. بعدها بنشوف الدكتوره بتاع ياشيدا واللي بتقابل النينجا، وبنعرف هنا ان هي اللي سممت وولفرين ووقفت قدره الشفاء بتاعته وان عايزاه يجيب لها وولفرين باي طريقه، فبيتعصب عليها وبيكون هيخلص عليها لكنه مضطر ينفذ اوامرها. وتاني يوم بيفوق وولفرين من النوم ما بيلاقيش البنت، فبيفضل يجري في المكان وبيدور عليها وبيلاقي قدامه العصابه وهم خاطفينها، والمره دي ما بيعرفش يوصل لها، فبيكلم بعد كده يوكي عشان تيجي وتساعده واللي بتيجي فعلا، وبنشوف هنا اللي خطفوها واللي بيكون من اوامر من والدها وبيكون عايز يخلص عليها لان جدها كتب لها كل حاجه وهو عايز الورث ده. لكن اثناء ده بيظهروا مجموعه من النينجا بقياده هارادا وبيدخلوا وبيخلصوا على كل اللي موجودين واحد ورا التاني لحد ما بيقدروا ياخدوا البنت وبيمشوا من المكان، وبتدخل بعد كده الدكتوره وبتسممه وبتسيبه وبتمشي. وفي الوقت ده بيوصل وولفرين ويوكي للمكان، بيلاقوا ناس كتير قوي ميته ومش فاهمين ايه اللي حصل، وبيلاقوا قدامهم رساله مكتوب لو عايز البنت تعالى وخدها، وبيقرر يروح ينقذها لكنه بيشوف الاجهزه الطبيه بتاع ياشيدا وبيقرر يفحص نفسه الاول قبل ما يمشي، وبيلاقي فعلا في حاجه جوه جسمه بتمنع قدره الشفاء انها تشتغل، فبيحاول وولفرين يطلعها بس اثناء ده بيهجم عليه ابن ياشيدا وبيكون هيخلص عليه، فبتيجي يوكي وبتفضل تتقاتل معاه عشان تعطله لكنه بيكون اقوى منها بمراحل وكان خلاص هيقتلها، فبيقوم وولفرين من تاني وبيروح وبيفضل يتقاتل معاه والاتنين بيكونوا مهاريين جدا، لكن وولفرين بيكون اقوى منه بمراحل بسبب انه رجع له قدره الشفاء من تاني، ودلوقتي لو اتصاب هيتعالج. وبعد قتال كبير جدا بيقدر وولفرين يخلص عليه، وبيروح بعد كده وبياخد الموتوسيكل بتاعه وبيتجه في طريقه عشان ينقذ البنت لحد ما بيوصل للمكان اللي مخطوفه فيه وبيدخل جوه، فبيقف قدامه هارادا وبيقول له سلم نفسك لكنه بيرفض وبيدخل معاه في معركه، وولفرين بيكون اقوى منه وهارادا مش قادر عليه، فبيستدعي كل اتباعه وبيفضلوا يحاصروا وولفرين، لكن بتيجي يوكي بعربيه وبتهجم عليهم، فبيقول لها وولفرين تستخبى وبيفجر العربيه فيهم، وبيحاول يهرب بس بيرموا عليه اسهم كتير جدا وبيثبتوه في مكانه لحد ما بيفقد الوعي، ولما بيفوق بيلاقي نفسه قدام الدكتوره واللي بتقول له اننا هناخد قدره الشفاء بتاعتك، وبيظهر له فجاه كده آلي ضخم على شكل ساموراي وبيكون هيقطع المخالب بتاعته، بس بتيجي يوكي وبتنقذه، فبيقوم وولفرين وبيفضل يتقاتل مع الساموراي ده لكنه بيكون قوي جدا والسيف بتاعه بيقطع اي حاجه لدرجه انه قطع مخالب وولفرين، فبيحاول وولفرين يهرب لانه مش هيقدر يواجهه، وفي الوقت ده بتروح يوكي وبتحارب الدكتوره وبعد قتال كبير بتقدر تهزمها، وبيكون خلاص الآلي تمكن من وولفرين وكان هيخلص عليه، بس بيظهر فجاه هارادا وبيطعنه لكن الآلي ده ما بيتاثرش وبيخلص على هارادا، فبيستغل وولفرين الفرصه انه مشتت وبياخد السيف بتاعه وبيخلص عليه والاتنين بيقعوا من فوق المبنى، بس وولفرين بيلحق نفسه على اخر لحظه، بس فجاه بيظهر تاني الساموراي وبيمسك وولفرين وبيتمكن منه، والمفاجاه هنا ان الساموراي ده هو ياشيدا اصلا وما ماتش، وكل ده كان خطه منه عشان يقدر يسرق قدره وولفرين، وباستخدام البدله بتاعته بيبدا يمتص قوه الشفاء بتاع وولفرين وبيبدا يصغر في السن، وولفرين بيبدا يضعف وبيموت، بس فجاه بتيجي حفيده ياشيدا وبتطعنه وبتقول له بسبب اللي عملته ده انت عار على العيله وما عندكش مبادئ، وبيقدر وولفرين يفلت منه وبيستعيد قدره الشفاء بتاعته وبيقوم وبيطعنه وبيرميه من فوق المبنى وبيخلص منه نهائي، لكنه بيفقد الوعي من كتر التعب، ولما بيتم شفاؤه على خير بيقرر يمشي من المدينه وبيودع بعد كده حفيده ياشيدا وبيركب الطياره وبيمشي، وبتنضم له يوكي وبيتجهوا مع بعض في مغامره جديده. بتكمل الحكاية مع وولفرين وهو نايم في العربية بتاعته وبيسمع فجأة صوت، فبينزل يشوف ايه اللي بيحصل وبيلاقي حرامية عمالين يسرقوا العربية بتاعته، فبيقول لهم وولفرين يمشوا في هدوء ومش عايز مشاكل لكنهم بيخلصوا عليه، بس بيقوم من تاني وجروحه بتلتئم فبيهجموا عليه وبيفضلوا يضربوا فيه، فبيتعصب وولفرين جدا وبيقوم وبيخلص عليهم واحد ورا التاني وبيخلص على عدد منهم والباقي بيهرب. وولفرين بيكون عايش دلوقتي في المستقبل وما عادش فيه ابطال خارقين في الزمن ده، وهو تعب من كتر المعارك والحروب والجو ده واشترى عربية
عربيه وشغال عليها سواق. والايام بتعدي على الحال ده، وولفرين زي ما هو عايش في روتين، لحد ما في يوم بيظهر له شخص اسمه دونالد، وده ضابط في القوات الخاصه، وبيعرف وولفرين انه عارفه وعارف كل ماضيه، وبيقول له انا عايزك ترجع من تاني وتشتغل معايا. فبيقول له وولفرين انت غلطت في العنوان، انا مش الشخص اللي تقصده. فبيسيب له الكارت بتاعه وبيقول له هستناك تكلمني ويا ريت تكلمني. وبيمشي بعدها وولفرين وبياخد العربيه وبيرجع للمكان اللي عايش فيه، وعايش في مكان كده معزول عن الناس. وبيدخل وولفرين المكان ده وبيسلم على صاحبه، وبياخد من هناك العلاج، وبيروح للبروفيسور اكس واللي بيكون عجز دلوقتي وبقى ضعيف، وولفرين دايما بيعتني بيه وبيديله العلاج وكده. وفجاه كده بيحصل له تشنجات وبيصدر موجات من عقله كانت هتدمر المكان. فبيحاول وولفرين يقاوم لحد ما بيديله الحقنه اللي بتهديه. وبروفيسور اكس بيكون حزين جدا على حال وولفرين بعد ما كان من اقوى الابطال الخارقين وبينقذ العالم بقى مجرد سواق وعايش في روتين. وولفرين بيتضايق من كلامه جدا وبيخرج فورا من المكان. وبالليل بيقعد يتكلم مع صاحبه، وبيكون وولفرين تعبان وما عادش زي الاول. فبيقول له صاحبه انت لازم تروح لدكتور عشان يشوف حالتك، بس وولفرين ما بيهتمش وبيقول له ما يكلموش في الموضوع ده تاني، وبيسيب المكان وبيمشي وبيروح يشتغل. واثناء ده بيجي له رساله فيها عنوان وانه لازم يروح لهناك فورا. وفعلا بيروح لهناك وبيلاقي بنته صغيره اسمها لورا وست هناك. والست دي كانت عارفه وولفرين وكل الماضي بتاعه، وبتطلب منه يحميها هي ولورا لان في ناس بيطاردوهم وعايزين البنت. فبيقول لها انه تعب من الحياه دي. فبتقول له خلاص هديك فلوس كتير مقابل انك توصل البنت لمكان معين. فبيوافق لانه محتاج الفلوس دي. وبياخد بعد كده عربيته وبيرجع البيت، وبيفضل قاعد مع البروفيسور. وبيجيله فجاه رساله من الست دي انه لازم يروح فورا. فبياخد العربيه بتاعته وبيروح لهناك، وبيدخل بيلاقي الباب متكسر والست دي حد خلص عليها. فبيفضل يدور على لورا بس ما بتكونش موجوده في قلب المكان. فبياخد العربيه بتاعته وبيرجع تاني البيت، بس بيتفاجئ هناك بدونالد وناس كتير من القوات الخاصه. وبيفضل يسال البنت الصغيره فين، بس بيقول له ما يعرفش حاجه. فبيهجم على وولفرين لكن البنت بتظهر وبتفقده الوعي، وبتكون كانت مستخبيه في العربيه بتاعته. فبيجي بروفيسور اكس وبيقول لولفرين ان لورا عندها قوه خارقه وانك لازم تحميها ومحدش يمسها. فبياخد بعد كده صاحب وولفرين دونالد وبيروح عشان يدفنه في الصحراء، لكن دونالد ما بيكونش مات وبيقوم. وفجاه بيهجموا كل رجاله دونالد على المقر بتاع وولفرين. فبياخد فورا بروفيسور اكس وبيحاول يهرب من المكان بس بيحاصروه. فبينزل وهو متعصب وبيحاول يضربهم، لكن عددهم بيكون كبير وبيتمكنوا منه. وبيدخلوا كلهم عشان يدوروا على البنت الصغيره، وبيلاقوها قاعده كده وعماله تاكل ومش هاممها اي حاجه. وبتخلص عليهم وبتخرج بره وبتطلع مخالبها وبتفضل تخلص عليهم واحد ورا التاني. وبتكون عندها نفس قوه وولفرين ومهاريه جدا ومحدش قادر عليها. فبيقوم وولفرين كمان وبيفضل يتقاتل معاهم، والاتنين بيفضلوا يخلصوا عليهم لحد ما وولفرين بياخد العربيه وبيهرب فورا من المكان، بس ما بيسيبوهوش وبيفضلوا يطاردوه. وبعد مطارده كبيره بيقدر وولفرين يعدي من قدام قطر وبيعطلهم وبيهرب منهم. فبيتضايق دونالد جدا وبيفضل يضرب في صاحب وولفرين عشان يتتبع مكانهم. اما وولفرين بتديله لورا تليفون وبيشوف عليها فيديوهات لمنظمه وهم بيعملوا على الاطفال تجارب، وبيستنسخوهم من الحمض النووي بتاع الابطال الخارقين عشان يستغلوهم لمصالحهم. ومن ضمن الاطفال دول كانت لورا، واتصنعت من الحمض النووي بتاع وولفرين، وبكده بتكون بنت وولفرين. وبيروح لها وولفرين كده وبيفضل يبص لها وهي عماله تلعب. وبياخدهم بعد كده وبيروحوا الفندق عشان يقعدوا فيه، وبيسيبهم وبيروح عشان يبيع العربيه بتاعته لانه محتاج فلوس. وبيجيب عربيه صغيره وبيرجع بعد كده الفندق، لكنه بيسمع موجات صوتيه عاليه بتكون مثبته كل اللي في المكان بسبب ان بروفيسور اكس جاله كوما. فبيفضل يجري في المكان وبيحاول يقاوم لحد ما بيوصل له، وبيلاقي رجاله دونالد بيهجموا عليه لكنه بيخلص عليهم وبيعالج بروفيسور اكس وبيرجع لحالته من تاني. فبياخده هو ولورا وبيهربوا من المكان. وبيفضل بعد كده يلوم وولفرين وبيقول له انت ليه بتعامل لورا وحش، دي بنتك، لكنه ما بيبقاش مهتم وبيتشتت من الكلام وكان هيخبط في عربيه بس بيتفاداها. واثناء ده بيشوفوا ناس فقدوا السيطره على الاحصنه بتاعتهم. فبيستخدم بروفيسور اكس قوته وبيأمر الاحصنه دول انهم يرجعوا لمكانهم من تاني. وبيروح وولفرين وبيساعد الناس دول انهم يطلعوا العربيه بتاعتهم. فبيشكروا الراجل ده وبيعرض عليه انه ينضم لهم الليله ببيته بما انهم على طريق سفر وكده. وفعلا بيروح معاهم وبيقعدوا كلهم ياكلوا. ولما بيخلصوا بيروح مع الراجل ده عشان يصلحوا ماسوره الميه اللي في الارض بتاعته. وبيروحوا فعلا وبيفضلوا يصلحوا فيها. واول ما بيخلصوا بيجي عليهم قطاع طرق وبيهددوا الراجل ده. فبيروح وولفرين وبيكسر اسلحتهم وبيضربهم. فبيخافوا منه وبيجروا فورا من المكان. بعدها بنشوف شخص بيهجم على بروفيسور اكس وبيطعنه، فبتهجم عليه لورا. وبنشوف الشخص ده وبيكون مستنسخ من وولفرين وجاي هنا عشان يقبض على لورا. وبيخلص على اللي في البيت وبياخد لورا وبيحاول يمشي. فبيرجع صاحب البيت وولفرين، لكن المستنسخ بيخلص على صاحب البيت وبيشوفه وولفرين وبيكون مستغرب جدا لانه شبهه بالظبط. وبيخاف على البروفيسور وبيجري فورا. وبيشوفه مطعون فبياخده وبيهرب من المكان. بس بروفيسور اكس ما بيكونش قادر يستحمل وبيقول له وولفرين ياخد باله من لورا وبيموت. فبيحزن عليه وولفرين جدا لانه بالنسبه له كان كل حاجه. وبيغضب وبيروح وبيفضل يقاتل المستنسخ. بس المستنسخ
المستنسخ ده بيكون اقوى منه بمراحل لانه يعتبر لسه شاب وولفرين عجز دلوقتي وبيقدر يهزمه وكان هيخلص عليه، بس بيجي صاحب البيت وبيخبطه بالعربيه وبيموت بعدها بعد ما اخد حق اهله. وبياخد وولفرين لورا وبيهرب فورا من المكان. تاني يوم بيدفن بروفيسور اكس وسط حزن الاتنين وبيكون هيفتقده جدا، وبيتوري له لورا بعد كده خريطه لمكان معين فيه اصحابها وانه يوصلها للمكان ده، لكنه بيرفض فبتفضل تزن عليه لحد ما بيوافق وبياخدها فعلا وبيتجهوا في طريقهم للمكان ده. والطريق بياخد منهم وقت كبير جدا لحد ما بيقدروا يوصلوا، بس من كتر التعب وولفرين بيفقد الوعي. وبيجوا اصحاب لورا بعد كده وبياخدوه عشان يعالجوه، وبيكونوا الاطفال دول هم اللي اتعمل عليهم التجارب وهربوا من المنظمه وعايزين يمشوا بره البلد عشان يبقوا في امان. وبيقعدوا فعلا كلهم وبيتفقوا انهم هيمشوا ويبعدوا عن الخطر ويعيشوا في حريه. ولما بيفوق وولفرين تاني يوم ما بيلاقيش حد في المكان وبيشوف قدامه طيارات كتير، فبيخاف على لورا وبيجري فورا عشان ينقذها، لكنه بيكون تعبان جدا وبيجري بالعافيه لحد ما بيوصل فعلا لمكانهم وبيلاقي الجنود عمالين يقبضوا عليهم. فبيروح وولفرين وبيفضل يخلص عليهم واحد ورا التاني، والاطفال كمان بيساعدوه، بس في النهايه بيقدروا يتمكنوا من الاطفال. وبيظهر الدكتور اللي صنع الاطفال دول وبيقول له تعاون معايا وسيبنا خدهم وامشي ومش هعمل لك حاجه، بس وولفرين بيخلص عليه وبيقوم من تاني وبيفضل يخلص عليهم لحد ما بيجي المستنسخ وبيدخل في معركه مع وولفرين. والمستنسخ برضه بيكون اقوى من وولفرين بمراحل لحد ما بيكون خلاص هيخلص عليه، بس بتظهر لورا وبتضربه بطلقه من الرصاص اللي بيقدر يقتل المتحولين. وبتروح بعد كده وبتحاول تنقذ وولفرين وهي منهاره عليه، لكنه بيقول لها خلاص جه وقتي، اهربي انت وباقي الاطفال وعيشوا في امان. وبيموت وولفرين في اللحظه دي، فبتاخده لورا والاطفال وبيدفنوه وسط حزن الجميع. وبتقف لورا كده وهي حزينه عليه وبتودعه، وبتمشي بعد كده هي والاطفال وبيهربوا من البلد عشان يعيشوا في امان. ودي كانت نهايه حكايتنا. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير عشان نساعد ان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس ونكبر القناه بسرعه. اشوفكم الفيديو الجاي.